فيلم الموسم. الفيفا رايح جاي والعرض مستمر. إيقاف جديد لنادي الزمالك اليوم، إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك اليوم. وكأن الفيفا ما عندهاش غير نادي الزمالك. إيه اللي بيحصل؟ هنتكلم دلوقتي ونتكلم في كل أخبار النادي الأهلي واللعيبة اللي جاهزة والإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي، وإمتى النادي الأهلي هيسافر للمغرب لملاقاة الجيش الملكي المغربي في مباراة مهمة جدا. هنتكلم عن كل ده، ولكن في البداية نبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشفي مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين، واحفظ مصر آمنة مستقرة إلى يوم الدين. عندنا من أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد للسفر إلى المغرب صباح الأربعاء القادم إن شاء الله بطيارة خاصة لملاقاة الجيش الملكي المغربي يوم 28 اللي هو يبقى يوم الجمعة إن شاء الله. مباراة مهمة جدا، مباراة المفروض النادي الأهلي المباراة دي تعتبر ب6 نقاط وليست ب3 نقاط. ليه؟ هقول لحضرتك. مباراة 3 نقاط هتبقى في رصيدنا. الأهلي متصدر المجموعة الحمد لله ب3 نقاط وب3 أهداف، ب4 أهداف، وعلينا هدف، يعني لينا 3 أهداف. الجيش المغربي اتهزم في المباراة الأولى 1-0 أمام يانج أفريكانز التنزاني وأصبح بلا نقاط. شبيبة الجزائر بلا نقاط في المركز الرابع، الجيش الملكي في المركز الثالث، يانج أفريكانز في المركز الثاني بفارق الأهداف، لأن ليه هدف وما عليهوش حاجة، يعني ليه هدف وإحنا لينا 3، فإحنا بفارق الأهداف الأهلي متقدم. و عفوا البرد بس، ما ربنا يحفظكم جميعا يا رب. دور برد منتشر جامد، خلي بالكم، وربنا يحفظكم ويحفظ أسرتكم جميعا. فقلنا دلوقتي المباراة القادمة أمام الجيش الملكي المغربي. لو الأهلي بإذن الله هنفوز بالمباراة، هنبقى 6 نقاط، نتسيد المجموعة بالكامل. يانج أفريكانز التاني عنده مباراة مهمة مع شبيبة القبائل في الجزائر. لو شبيبة القبائل فاز هيبقى 3 نقاط، احنا ان شاء الله نكون 6 نقاط، هيبقى الجيش الملكي المغربي 0 من النقاط. في الحالة دي يبقى الجيش الملكي المغربي صعب جدا ان هو يستمر في المنافسة على صدارة المجموعة، ويبقى احنا متسيدين الصدارة من اولها. 6 نقاط في اول مباراتين هتفرق معانا جامد، وخصوصا ان المباراة القادمة اللي بعديها هتكون في القاهرة امام يانج افريكانز، ان شاء الله تكون 3 نقاط. يبقى احنا في 3 مباريات جمعنا 9 نقاط. نبتدي نفسيا ومعنويا الفريق يهدى، وتبقى العملية إن شاء الله بإذن الله سهلة جدا للتأهل. نتمنى السيناريو ده يحصل بإذن الله، ولكنه برضو سيناريو صعب عشان نكون منطقيين. الجيش الملكي المغربي في وسط جمهوره هيكون صعب جدا، عنده لعيبة مميزة، فريق قوي، سيبك من انه اتغلب في المباراة الأولى. وعلى فكرة هو تقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة في مباراته أمام يانج أفريكانز. فده برضو ربنا يستر من التحكيم. هل هيحاولوا بقى يعوضوا الجيش المغربي عن مثلا انه اتظلم في المباراة الأولى؟ هل الاتحاد الأفريقي يعملها؟ ما علينا، المهم ان احنا نبدأ صح، تشكيل صح، نضغط، نحاول نسجل بدري على اساس برضو ان انت تبعد عن حتة التحكيم والانحياز والكلام ده كله. احنا عارفين طبعا الشلماني هو حكم المباراة، اخو عبد الحكيم الشلماني، ولا اخو معتز الشلماني ابن عبد الحكيم الشلماني عيلة الشلماني، اللي مصممين ان هم لازم حد منهم يحكم المباراة. هل هيكون في بقى تعويض للجيش الملكي عن الظلم ده ولا لا، وهيبقى في انحياز ليهم؟ الله اعلم. ولكن احنا كل هدفنا ان احنا نفوز بالمباراة، فاحنا نركز في ان احنا نسجل بدري ونصدر الضغط اللي هو موجود اصلا على الجيش المغربي. يعني الجيش الملكي هيكون بيلعب تحت ضغط ان هم يهزموا المباراة الاولى، وكمان تحت ضغط جماهيره اللي بتطالبه بالفوز. فهيضغط على النادي الاهلي من اول دقيقة، اعتقد هيكون هيلعب لعب هجومي وضاغط على النادي الاهلي. فاحنا فرصة نستغل الثغرات الدفاعية عندهم، او الاندفاع الهجومي ده، فرصة تعمل الكرات
الطوليه اللي عملناها في المباراه اللي فاتت بامتياز. الكره الطوليه اللي بتتلعب للمهاجم قدام او للوينج وبيلعبها عرضيه للمهاجم وهكذا. فاحنا نركز قوي في الدفاع اللي مطلوب منه دور كبير جدا جدا في المباراه اللي جايه، ولازم الدفاع يكون مركز، ولازم نقفل خط النص، نلعب على الاقل 2 هاف ديفندر موجودين في نص الملعب. هل بقى يكون طبعا ديانج موجود مع مروان؟ هل يبقى موجود محمد بن رمضان ولا زيزو؟ زيزو لحد دلوقتي مش متأكدين هل يقدر يشارك في المباراة ولا لا. لسه في أقوال عن زيزو. إن شاء الله يكون جاهز، ويكون جاهز 100%. يعني احنا مش عايزين كمان نخاطر بزيزو، لأن حصلت الإصابة دي مرتين. مش عايزين إصابته تطول. إمام موجود، ولكن أعتقد إمام مش هيبدأ صعب جدا إن هو يبدأ المباراة. يبقى ممكن تشارك بن شرقي أكيد في الشمال. اليمين لو زيزو مش هيلعب ممكن تريزيجيه يلعبها يمين، ويبقى محمد بن رمضان او امام عاشور لو جاهز هيكون تحت راس الحرب. ومعانا في الهجوم محمد شريف، وموجود ان شاء الله كمان حمزه عبد الكريم. طب بالنسبه لاصابات الاهلي بقى، طبعا عرفنا النهارده خبر سيء وخبر محزن لكل الاهلاويه، اصابه العش بارتجاج خفيف في المخ في احدى التدريبات او في تدريب اليوم، وتم نقله الى مستشفى احدى المستشفيات حتى يخضع طبعا بيسموها ايه بقى، يبقى وضعه تحت الملاحظه 24 ساعه، لازم يتحط تحت الملاحظه 24 ساعه. ده بروتوكول دولي بالنسبه لاصابات اللعيبه في ارتجاج المخ. ان شاء الله يكون ارتجاج خفيف وتكون الاصابه خفيفه، ويرجع لنا العش بالسلامه ان شاء الله، ويكون سليم ومعافى باذن الله تعالى. اصابه الشناوي، دكتور طبيب الفريق قال لك الشناوي عنده شد من الدرجة الثالثة بالعضلة الضمة، فالشناوي مطولة شوية. أحمد عبد القادر إصابة بمزق جزئي في العضلة، عنده مزق جزئي في العضلة برضو أثناء التدريبات. معرفش، اتكلمنا في الإصابات دي بتحصل كتير ليه في النادي الأهلي، هل هو حمل بدني زيادة، هل أرضية التتش، محدش عارف. وشكري طبعا عنده شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، يعني كمان أحمد شكري مش جاهز للمباراة. فنتمنى التوفيق. بخلاف كده كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه مستعده ان شاء الله لاداء مباراه قويه، ونشوف الاهلي اللي شفناه مع شبيبه القبائل بنفس الاسلوب، بنفس الضغط، بنفس اللعب، بنفس الرجوله واللعب الجماعي. بالنسبه بقى للمهاجم اللي اتكلموا عنه بابلو صباغ ومش بابلو صباغ، المهاجم الكولومبي اللي من اصل سوري، طبعا على عهده الصحفي الكولومبي اللي اتكلم عن اللي هو اسمه سبستيان بيجارانو تقريبا، سبستيان بيجارانو. قال لك ان لاعب سيون الكوري اللي هو المهاجم بابلو صباغ قريب من النادي الاهلي. هل دي بقى معلومات اكيده، معلومات غير اكيده؟ ولكن النادي الاهلي لسه برضه بيدرس السيفيهات بتاعه المدربين دي، بيتي بقى بابلو غيره لسه ما فيش حاجة رسمية بالنادي الأهلي أعلنت، ولكن المؤكد إن شاء الله إن في مهاجم قوي جدا هيكون موجود، ومهاجم محترف في يناير القادم بإذن الله تعالى. كنا عايزين نتكلم عن إيه تاني؟ الفيفا وإيقاف جديد لنادي الزمالك، إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، رايحين جايين على الفيفا. الفيفا ما عادش وراها غير نادي الزمالك، قضية جديدة ولسه القواضي تتوالى ولسه العرض مستمر. فيعني مش عارفين طب الفريق ده بيشارك ازاي في الكونفدراليه، ازاي بيشارك في الدوري، ازاي بيطلع له رخصه. يعني ده يعني العالم كله عرف نادي الزمالك عن طريق الفيفا. اشهر فريق دلوقتي في العالم موجود بلاك ليست في الفيفا. فده برضو محتاجين رد على السؤال، ازاي بيشارك في البطولات دي وازاي بيطلع له رخصه. لان اي نادي المفروض عليه ديون او مديون للعيبه لجهاز فني لاي حد عليه قواضي، المفروض ما بيطلعلوش تصريح او مشاركه في البطولات الافريقيه والبطولات المحليه. طلعوا علينا جماهير نادي الزمالك، انا قلت لك ما بيلحقوش يحفلوا على النادي الاهلي. هيحفلوا على ايه واحنا فايزين؟ احنا كسبانين 4-1.
طالعين يقول لك ده شبيبة القبائل الجزائري اللي بيلعب في دوري الابطال، اللي هو بطل الجزائر، اللي واخد دوري الابطال مرتين، اللي واخد كاس الكؤوس مرتين، اللي واخد السوبر الافريقي مش عارف كام مره. فريق ضعيف، والاهلي مش قوي، الاهلي كسبه اربعه لان شبيبه القبائل فريق ضعيف. ما يطلعش الاعلام بقى الزملكاوي اللي هم سبحان الله. هقول لك دلوقتي ايه السر ان كلهم نفس العقليه ونفس التفكير. النادي الاهلي ما قالوش بقى ان النادي الاهلي كان كويس، النادي الاهلي كان حلو، لا ده قال لك شبيبه القبائل ضعيفه. سبحان الله، تاني يوم بيلعبوا امبارح مع فريق ال 12 في الدوري الزامبي زيسكو، فريق تصنيفه 12 في الدوري الزامبي اللي محدش بيسمع عنه، وكسبوه 1-0 بالعافيه. وكان ممكن الفريق ده يتعادل معاه، غير طرد فتوح، غير مش عارف حاجات كتيره حصلت في المباراه. ويطلع يقول لك واحد زي رضا عبد العال، يطلع يقول لك اسمه ايه الفينا ومش الفينا، ويحسسك ان هو رونالدو، وان هو رونالدينيو الكره البرازيليه، ومارادونا النيل، ومارادونا ارجنتين، والكلام ده كله. بيقول لك ده احسن من زيزو. احسن من زيزو في ايه يا عم الحاج؟ ما تشوف ارقام زيزو وشوف ارقام الفينا، ده ما يجيش نص ارقام زيزو سواء صناعه او تهديف. رضا عبد العال اللي قال على نفسه هجاص، مش احنا اللي بنقول، ما بيفهمش حاجه في الكوره. بيقول لك الفينا ده لعيب قوي جدا. قال له طب ايه يعني، ايه الدليل ان هو لعيب؟ سجل كام؟ يقول له لا سيبك من انه سجل. اللعيب كل ما تجيله كوره يتضرب، كل ما تجيله كوره يضربوه. هو عشان بيضربوا اللعيب اهو بياخد فاولات، يبقى هو احرف لعيب. بيقول لك ما جاش زيه في مصر ومش عارف ايه وبتاع. ولو راح الاهلي هيبقى تقيل على سكواد النادي الاهلي، هيبقى كبير على النادي الاهلي. انا مش فاهم العقليه دي. لازم يا جماعه عندنا آه، عندنا بيسموها ايه، دايره المياه، ولا بتوع المسؤولين عن الميه دول يروحوا يحللوا الميه اللي موجوده في نادي الزمالك. الناس دي بتشرب الميه فيها حاجه بتديها نفس العقليه ونفس التفكير ونفس الكلام. في حاجه في الميه عندهم. روحوا شوفوا القلعه دي، الميه بتاعتها ايه اللي موجود عندهم، وايه الدماغ اللي بيعملوه كلهم. والدردير يطلع يقول لك المفروض والصح والطبيعي ان بطل السوبر الافريقي هو اللي شارك في دوري الابطال. يا راجل، يا راجل، لا تعليق. عشان انا الواحد ايه يحبش يجادل مع الناس دي، لان الناس دي تفكيرها زي ما قلنا عقليه واحده، اصطفه واحده، ما تعرفش هما بيضربوا ايه بياخدوا ايه، الله اعلم. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، المباراه اللي موجوده ورانا حاليا ده نهائي دوري المرتبط للسله. دوري المرتبط للسله، المباراه او المباراتين اللي كانوا اول امبارح، الشباب كسب الاتحاد، وللاسف في الكبار انهزمنا من الاتحاد. المباراه الاولى دي طبعا المباراه الثانيه. المباراة الأولى أو المباراة التانية للشباب خلصت بفوز الشباب. فاضل المباراة التانية دلوقتي النهائية اللي هي تكون ما بين الكبار. نتمنى فوز اللعيبة الكبار ويقدموا مباراة أحسن من المباراة اللي فاتت، لأن شفنا مستواهم المباراة اللي فاتت ما كانش أحسن حاجة. كان مستوى الأهلي صعب جدا الماتش اللي فات، والاتحاد تفوق عليه في المباراة كلها. فنتمنى اللعيبة النهاردة تفوق ونشوف اداء قوي. شوف المحترف بتاعنا اللي احنا جايبينه، ولا مفيش مقارنه بينه وبين محترف نادي الاتحاد امبارح او اول امبارح. الاتحاد بيسجل 30 نقطه من ثلاثيات، احنا مفيش. فين عمرو الجندي؟ فين ايهاب من التسديدات الثلاثيه؟ فين عمر مش عارف مين؟ ولو ان ايهاب امين كان احسن واحد في الاهلي، ولكن مستوى الاهلي المباراه اللي فاتت ما يحيش باللي احنا نتمناه. المباراة دي نتمنى ان هم يفوقوا ويلعبوا مباراة قوية، عشان ان شاء الله بإذن الله نقدر نفوز بدوري المرتبط الليلة ونحتفل ونضم بقى الجميع لكل البطولات السنة دي على مستوى الألعاب أو ألعاب الصالات كلها. بالتوفيق للنادي الأهلي، بالتوفيق لحضراتكم. بكرة إن شاء الله هنتكلم عن النادي الأهلي، وهنتكلم عن أخبار النادي الأهلي وآخر أخبار النادي الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي. وهنطلع برضو في فيديو قبل المباراة نقول لك أهم النقاط القوة والضعف في الجيش الملكي المغربي. إن شاء الله 6 نقاط يا رب، يا رب المباراة التانية ونبقى 6 نقاط، وقبل التوقف الدولي يكون اللعيبة نفسيا ومعنويا مؤهلة إن شاء الله للتأهل.
ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي النهارده بدوري المرتبط في السله، وبطوله جديده في دولاب بطولات النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش بلايك وشير عشان نقدر نواصل مع حضراتكم.